لطيفة نظمي الفنانة التي تزوجت من جن وحملت منها. هذه القصة الغريبة تشكل مسار حياة مثير مليء بالأحداث الغامضة والعجيبة. ولدت لطيفة في 6 من ديسمبر 1898 لأسرة فقيرة في إحدى قرى دمياط، ووالدها كان يعمل صياد بأجر بسيط. لم تكمل لطيفة تعليمها بسبب الفقر، لكنها علمت نفسها قراءة اللغة الإنجليزية من المجلات القديمة. تطمح لطيفة أن تصبح فنانة مشهورة. انتقلت إلى القاهرة وعاشت مع خالها الفقير، وقررت مساعدة العائلة في تربية الأطفال والعمل للحصول على رزقها. خلال يوم من قراءة المجلات، صادفت إعلاناً للفنان عزيز عيد الذي يبحث عن فنانات لشغل أدوار في مسرحياته. قررت المشاركة ونجحت، فكان ذلك أول خطوة في مسيرتها الفنية. لفتت نظر يوسف وهبي بموهبتها فضمها لفريقه التمثيلي، وعملت معه في العديد من المسرحيات والأفلام، مما زاد من شهرتها ودخلها، مما أتاح لها شراء شقة بالقاهرة وتخصيص دخلها لمساعدة أسرتها ولها شخصياً. بعد نجاحها، واجهت لطيفة مصيراً مرعباً في الشقة الجديدة. عادت من العمل فجراً ووجدت رجلاً يحاول فتح شقته. تبادل الحديث، وبدأت علاقة انتهت بالزواج. لكن زوجها كان غريب الأطوار، يختفي طوال الليل ويعود بالنهار بادعاء الانشغال في عمله بدون توضيح مكانه. اختفى زوجها لمدة أسبوعين، مما أثار قلقها، فبحثت عنه في كل مكان، لكن لم يكن له أي سجل في المستشفيات. بدافع الفضول قررت دخول مكتبه الذي كان دوما مقفولا، وعندما فتحت درج المكتب المغلق بشدة صدمت بما وجدته. هكذا تتكشف أمامنا فصول مجهولة من حياة لطيفة النظمي، حيث تبدو حياتها مليئة بالأسرار وما لا يمكن توقعه.